مع رز برياني حاجه فوق الخيال، طعمه روعه روعه روعه. شايفين جمال الطاجن عامل ازاي؟ لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. شايفين الجمال؟ هقول لكم كل التفاصيل يطلع معاكم بالجمال ده، وطريقه الرز هسيب لكم اللينك بتاعه. اكله سهله وسريعه كمان وما بتاخدش وقت معانا، وكمان تشرفك في العزومات. يلا نشوف الجمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه انا عندي اللحمه بتاعتنا عايزينها لحمه يعني لحمه ملبسه. تمام كده. البصل بقى كميه البصل قد كميه اللحمه، هتستخدمي نص لحمه تستخدمي نص بصل، استخدمتي كيلو لحمه تستخدمي كيلو بصل، زي ما تستخدمي ده قصاد ده. قطعي البصل بتاعك جوانح كلها ترانشات. تمام كده. اللحمه بتاعتنا بقى عايزين نقطعها قطع متوسطه، مش كبيره قوي ومش صغيره، عشان تستوى معانا بسهوله. تمام. شايفين الحجم ده؟ انا هنا معايا كيلو لحمه، لحمه ملبسه اهي زي ما انتم شايفينها ما بين الحمراء والبيضه. تمام كده. ومعانا كيلو بصل وقطعناه كمان ترانشات. حلو الكلام كده. قطعي كميه اللحمه كلها اللي معاكي، وبعد كده هنبتدي بقى نعمل الطاجن بتاعنا. حطي معلقه سمنه عندك او زبده زي ما تحبي الطعم بتاعك. حطيت معلقه سمنه وبعد كده نزلت اللحمه عليها، تاخد معايا صدمه. تمام كده. تاخد معايا صدمه ولونها كلها معايا تغير كده. هحط بعد كده معاها رشه فلفل اسمر. الفلفل الاسمر بيدي طعم حلو جدا وريحه حلوه قوي للاكل، وبيبقى يعني من النكهات الحلوه قوي. بس لو هنعمل شوربه يعني ما نحطش الفلفل الاسمر كتير عشان ما يسودش مننا الشوربه. بس انا النهارده مش هعمل شوربه. هتاخد اللحمه مننا كلها تشويح حلوه جدا. بعد كده ننزل البصل بتاعنا، نقلبهم مع بعض كويس قوي 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 لحد بقى ما البصل يبتدي يخش معانا في الدبلان كده. تمام كده. اول ما يدبل معانا هنكون محضرين عندنا بشر طماطم. انا هنا عامله مستخدمه 4 طماطمات كبار، يعني على الكيلو 4 طماطمات كبار كده، او يعني ده الوسط شويه. بشرتهم وهنزلهم عليهم. الاكله دي مش هحط ميه خالص، هي هتسوي نفسها بنفسها. بس كده هقلبهم مع بعض كويس جدا، وما حطيتش لحد دلوقتي ملح. تمام كده. شايفين هي اساسا نزلت ميه بتاعتها، ما حطيتش ميه خالص. البصل نزل ميته مع الطماطم بتاعتنا، وسبتها على نار هاديه بقى. لما بقت 3/4 سوا حطيت الملح بتاعنا، وبعد كده جبت الطواجن بتاعتنا بقى وحطيتها في الطواجن بتاعتنا بالتساوي، ورحت مدخلاها الفرن. طريقتها سهله جدا ورهيبه، والطعم بتاعه حكايه. وحطيت فلفل معاه فلفل اخضر، اللي عايزها سبايسي يبقى حاميه ممكن يحط عليها شطه، او يجيب قرنين فلفل كده حاميين ويقطعهم معاهم مع البصل من الاول ويحطها. بس انا مش عايزاها سبايسي. بس كده. طريقتها سهله جدا ومبسطه، وطعمها مش رهيب. مسكره، طعمها بجد رهيب. مسكره كده، طعم اللحمه كان مسكر. تمام كده. دخلتها الفرن بتاعها بقى على لما يشرب معايا بقى وتسبك مع نفسه كده، وطلعته بألف هنا وصحة. طعمها حلوة جدا ورهيبة. الرز البرياني طريقته سهلة جدا. انا